عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. الفيديو ده هيبقى فيديو مختلف، يعني مش هقول فيه احنا هنعمل ايه. انا هشرح فيه آه، بعض النصائح وبعض الاشكالات اللي بتحصل عند البعض اللي هم مش عارفين يشتغلوا او مش عارفين يكتبوا شفرات او والكلام ده كله. طيب انا هقول اللي انا هذكره في الفيديو عشان لو حد عارف المذكور في الفيديو ممكن ان هو ما يكملش الفيديو. اول حاجه انا هتكلم فيها، تمام، ترقية الليفلات، ازاي ان احنا نرقي الليفلات بحيث ان احنا نعلى بسرعة. يعني عاوز اقول لكم 300 الف دول انا عاملهم في حوالي تلت ساعة. تلت ساعة انت ممكن تقعد بالساعتين او 3 ساعات عشان تعمل 50 الف. تمام. انا ال 300 الف دول عاملهم في حوالي تلت ساعة، فانت ازاي تعمل الكلام ده كله؟ تمام، دي نقطة. تمام. يعني انت مليون، يعني انت ممكن تعمل 2 مليون في الساعة. 2 مليون في الساعة. تمام. فازاي بتعمل الكلام ده؟ هشرح لك. تمام. نقطة تانية، هشرح موضوع الشفرة، النقطة والشرطة. ناس كتير جدا بتتلخبط في النقطة والشرطة. في نفس الوقت كمان لما بتيجي تكتب الشفرة بتتلخبط فيها، ما بتتكتبش معاها. فهشرح ايه المقصود بالنقطة وايه المقصود بالشرطة. طب وازاي طريقة الكتابة عشان الناس اللي بتقابلها مشاكل او الكلام ده كله. تمام. النقطة التالتة، تمام، هشرح الناس الجديدة اللي داخلة ايه اول حاجة تعملها لازم عشان خاطر، تمام، تجمع حوالي مليون كوينز او اكتر من مليون كوينز، بحيث ان هم يقدروا يرقوا كروت او يشتغلوا على الكروت ويرقوا فلوس بسرعة. تمام. لو افتكرت حاجة طبعا اثناء الشرح طبعا هقولها، بس دول اهم 3 حاجات نعملهم. المهمات. تمام. هتكلم برضه في بعض المهمات اللي المفروض تتنفذ. تمام. واهم حاجه يا جماعه، اهم حاجه الناس الجديده لازم تعمل تسجيل، حتى القديم تعمل تسجيل دخول يومي. لازم تسجيل دخول يومي، واشرح ده بيتعمل ازاي. تمام. ومهم الناس الجديده لازم تدخل تحت منها 3 افراد على الاقل. اهم مهمه بالنسبه لكم ان انتوا لازم تدخلوا تحت منكم 3 افراد، واقول لكم ازاي. تعالوا نشوف الشرح. اول حاجه تعالوا نبصوا، ده 300 الف. انا يعني هوقف، يعني مش هوقف، يعني انا لحظه واحده كده انا هعمل حاجه. انا فتحت الشفره اللي هشرح عليها. طبعا دي مش شفره النهارده، بس هشرح عليها ازاي احنا بنشتغل. بس قبل اي حاجه كده تعالوا نشوف. اول حاجه هعملها ان انا ال 336 الف دول احنا كده صرفناهم. تمام. تعالوا نشوف الشفرة بتتكتب ازاي. الشفرة يا جماعة عشان تتكتب، تمام، انا لما ببعت الشفرة للناس لازم اهم حاجة البوت ده يقلب باللون الاحمر، وعشان يقلب باللون الاحمر لازم نضغط على الايرن بير تاب اللي على الشمال فوق خالص اهي مكتوب باللون الاحمر. يعني انا عندي كلمة باللون الاحمر، كلمة باللون الازرق، كلمة باللون الاخضر. انا هروح على اللي باللون الاحمر واضغط عليها 3 مرات. 1 2 3. تمام. انا كده ضغطت 3 مرات. جميل. مجرد ما انا ضغطت 3 مرات ان انا كده البوت عندي قلب باللون الاحمر. برفع كده لفوق شويه، بضغط على كلمه 25 مليون دي، الحته اللي فوق دي بضغط منها وارفع الشاشه عشان اقدر ارفع الشاشه. تمام. طيب دلوقتي هكتب الشفره ازاي. تعالوا نبص على الشفره كده. ايه هي الشرطه وايه هي النقطه؟ النقطه معناها ان انا اضغط على الايد بتاعه البوت ضغطه صغننه، مش ان انا اضغط نقطة، ان انا اكتب نقطة. لا، ما بكتبش نقطة، انا بضغط النقطة دي معناها ان صباعي يضغط على الايد، اليد بتاعت الفار دوت آه ضغطة صغيرة. الشرطة معناها ان انا اضغط ضغطة طويلة حوالي 4 ثواني. يعني انا لو عاوز اكتب مثلا وليكن مثلا حرف الاي، انا مطلوب مني ان انا اضغط ضغطة صغيرة، مطلوب مني ان انا اضغط ضغطة طويلة. الضغطة الصغيرة دي تبقى لمسة، يعني انا ضغطت رفعت اضغط بقى تاني، يعني ضغطت بصبعه ورفعت صبعي اضغط تاني. تمام. وعد 1 2 3 4، بعد كده ارفع ايدي هيروح كاتب لي حرف الايه، وبعدين استنى حوالي 5 او 6 ثواني وابدا اكتب الحرف اللي بعده. تمام. يعني الضغطه بتتكتب كده، وزي ما انا شرحت ان انا من عند اليد بتاعت الايه، اللي هي المعصم بتاع يد اللي هو الفار. يعني مثلا ايه، ضغطه صغيره 1 2 3 4 وارفع، فيبتدي يكتب لي الحرف. الإشكالية بتاعة الكتابة بتاعة حروف البوت أظن كده بقت واضحة، إن النقطة مش معناها إن أنا أكتب نقطة، لا، دي معناها إن أنا أضغط ضغطة صغيرة. تمام. طيب دي نقطة.
ارجع رابط ازرق تاني زي ما كان. نقطة ترقية الليفلات عشان اعلى يعني في ان انا اجيب ملايين شوية اسرع. تمام. انا عندي طبعا فتح الكروت بيجيب لك حوالي 5 مليون. انت ازاي بقى ممكن تجيب 20 مليون في اليوم، ممكن تجيب 25 مليون في اليوم، ممكن تجيب الكلام ده كله. تمام. ممكن تجيب 15. تمام. ان انت بترقي ليفلات اسرع. لو بصيتوا فوق على اليمين كده هتلاقوا عندي 546,000. 546,000. 546,000 دي انا جبتها ازاي؟ بس الكلام ده يعني يا ريت يعني الناس القديمه هي اللي تشتغل على الجديده لسه شويه. بس هشرحها لهم عشان لازم يعرفوا ان انت لازم يكون معاك ملايين ما تقلش عن حوالي 30 مليون، 30 35 مليون. وحاول اللي انا هوريهولك ده لما تيجي تصرف ما تنزلش عن 10 مليون. يعني تيجي عند 10 مليون وتقف. هتعمل ايه بقى؟ هتروح على الماين. الماين من تحت اهو. تمام. شايفين الكروت دي؟ الكروت دي كلها. تمام. كلها تلاقيها الليفل 10 وتبدا من تحت. يا ريت تبدا من تحت. تمام. اي كارت مفتوح معاك تلاقيه الليفل 10 وهو يفتح لك الكروت التانية. الكروت اللي في بي ار تيم برضو والليجل والسبيشال سواء في الماي كارتس او نيو كارتس. تمام. هترقي كل الكروت دي لليفل 10. بس الكلام ده عشان تعمله هياخد منك حوالي 40 مليون حاجه زي كده. تمام. فال 40 مليون دول انت طبعا لو انت معاك 40 اصرف 30 ويتبقى معاك 10. لو انت معاك 20 اصرف 10 ويتبقى 10. كل ما تصرف هيجي لك فلوس كتير. يعني انا ايه، معلش انا النهارده صرفت كام؟ انا كنت 56 تقريبا. النهارده معايا 25. انا صرفت تقريبا حوالي 30 مليون. ال 30 مليون دول خلوني ان انا بعمل حوالي 2 مليون ونص في الساعة. يعني انا ممكن اعمل 5 مليون في الساعتين. فتفرق كتير. تمام. ده طريقة تعلية مستوى التعليق. طيب الناس الجديدة اللي بتخش الناس الجديدة اللي بتخش ازاي ان انا اقدر احصل ان انا افتح الكروت؟ لان طبعا بيكون اول لما بيجي يخش هنا بيلاقي ان صفحة الكروت دي مقفولة. ازاي تفتحها وازاي تحصل على 200,000 كوينز وازاي تفتح ان هي تاخد مليون بحيث ان هي تبتدي بقى تعرف تشتغل او كده. اول حاجة هتروح على ايرن من تحت. ايرن من تحت. شايفين اليوتيوب دي؟ هتضغط عليها مرة. تمام. هتظهر لك اختيارين يا رب نكون موجودين اهو. هتضغط على واتش فيديو. تمام. هتتفرج على الفيديو وبعد كده هتضغط على تشيك. ضغطت على تشيك هيقول لك ساعة وهينزل لك ال 100,000 في حسابك. تمام. طيب واللي تحت ده برضه نفس النظام. واتش فيديو وتشيك. نفس النظام ساعة وهينزل لك ال 100,000 في حسابك. انت معاك 200,000 تبدأ تشتغل بيهم. زائد الشفرة اللي انا شرحت ان هي بتتكتب هنا. تمام. هيجيب لك 1,200,000 تقدر تفتح بيهم كروت تجيب لك 5 مليون. بعد كده تقدر ان انت تبتدي تزود الكوينز بتاعك بحيث تزود عملتك. جميل. تمام. دي نقطة. ازاي ان انا اعمل تسجيل يومي؟ اخش على ايرن تحت في عندي اهو. جميل. حاجة اسمها ديلي ريورد اللي هي تالت واحدة اللي كانت تحت اليوتيوب. اضغط عليها. جميل اهو. سبحان الله يعني انا لسه مش مسجل. هو ايه بيقول لي هتسجل فبقول له اوكي. تمام. كده انا سجلت. تمام. فاضل لي يوم ويخش لي 6 مليون وشويه. تمام. الناس الجديده بقى عشان الكروت تفتح معاها اللي هي الكروت دي تفتح معاها. ركزوا معايا. بتروح على ايرن وتروح مشتركه على جوين اور تليجرام شانل. اهي هرفعها لكم. تمام. عد من تحت 1 2 3 4. رابع واحده من تحت. تمام. او من تحت تالت واحده معمول عليها سهم ازرق. لما هعد من تحت لفوق. جميل. تمام. الاشكاليه دي تمام. تعالوا نخش بقى ازاي اعمل اضافه اصدقاء تحت مني بحيث ان انا يتفتح لي الكروت اللي هي بتحتاج اصدقاء. في النص عندي هنا في خانه اسمها فريندز. تمام. فبيقول لي انفايت فريندز. سيبك منها. جنب منها مستطيل ازرق مربع ازرق كده جواه مربعين بيض. هتروح انت ضغط على المربعين اللي لونهم ابيض دول. كده انت خدت الرابط كوبي. تقدر تبعت الرابط ده لاي حد تاني وهيشترك. يعني تقدر تبعت له وهيشترك. وبالتالي هو كل ما يشترك يخش تحت منك. طبعا انت 3 فيما فوق ان شاء الله تقدر تفتح الكروت. تمام. جميل. فاضل نقطة عايز اشرحها ان ما كانش في حاجة تانية انا نسيتها يعني. تمام. وهي نقطة ايه
بسم الله الرحمن الرحيم. الكروت اللي بتبقى معمول عليها قفل، يا رب يكون في كارت هنا معمول عليه قفل. مفيش. خش على اللي بعده. الكروت اللي معمول عليها قفل، الكروت اللي معمول عليها قفل. مفيش كارت معمول عليه قفل. طيب هنا الناس اللي بتبقى عندها الكروت معمول عليها قفل ومش عارفة تفتحها في السبيشال. هو انا فاتح كل الكروت ولا ايه يا جماعة؟ تمام. لا بيتهيألي لازم في كروت، انا اكيد في كروت اهو. كارت اهو. تمام. اللي على الشمال. بصوا يا جماعة تحت الكارت مكتوب ايه اللي هو الاخضر ده؟ مكتوب انفايت واحد فريندز، يعني انت دخل واحد عندك عشان خاطر الكارت ده يتفتح. تمام. لو بصينا على الكارت اليمين هيقول لي، كاتب لي كده بيقول لي روح على الكارت اللي مكتوب اللي هو المورجن تريدنج. تمام. وهترقيه لليفل 10. يعني بيقول لك هو كاتب لك هو هتروح على الكارت اللي انا كاتب لك اسمه ده ورقيه لليفل 10 عشان القفل هنا يتفتح. تمام. فدي الطريقه اللي تفتح بيها الكروت اللي بيبقى معمول عليها علامة قفل. انا ببقى سريع في الشرح عشان خاطر يعني احاول اخلي الفيديو اصغر على قد ما اقدر. في نقطة بقى معنا بقى احد الاصدقاء يعني قال عليها يعني حلوة برضو. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هي نقطة ايه بقى؟ انا عندي هنا 4500. تمام. اللي هي التعدين. تمام. 4500 انا هفضيها عشان اوضحها لكم. تمام. هتبقى ايه؟ يعني هخليها صفر خالص اهو. تمام. مجرد ما فضيتها اروح على هنا بوست من تحت الدايره على يمين الدايره من تحت. تمام. في عندي حاجه اسمها ايه فول انرجي. بضغط عليها واقول له فول انرجي، هي كاتب لي حتى فري اهو. تمام. لو رحت على بوست، لو رحت هنا هلاقيه ايه عمل 4000. انا طبعا عشان ضغطت واحده فعمل ال 4500. لو رحت هيقول لي المره الجايه بعدها بساعه، يعني بعد ساعه تقدر تعمل نفس الحركه دي مره تانية. تمام. فول انرجي. تمام. فتبتدي ان انت تروح رايح هنا وتبتدي ان انت تفضي تاني. يبقى انت بدل ما انت عملت 4500 عملت ايه 9000. في ناس بقى عندها الموضوع ده بدل 4500، في عندها 2000، في ناس عندها 1500، في عندها 3500، في ناس عندها 10000. على حسب بقى كل واحد وايه حسب المستوى اللي هو فيه. تمام. لو انا وقفت الفيديو 3 دقايق بالظبط. تمام. ورجعت، يعني انا هوقف الفيديو لحظة واحدة. الساعة دلوقتي 6 ودقيقة. هوقف الفيديو حوالي مثلا 10 دقايق كده. تمام. وبعد كده نفتح نشوف البوت عندي عدن قد ايه في ال10 دقايق دي عشان تعرف فرق المستوى بيعلى بعد قد ايه. انا وقفت حوالي دلوقتي 10 دقايق. هنفتح البوت شوف ال10 دقايق ده عمل كام. البوت ده كان بيعمل لي حوالي 30,000 مثلا في الساعة أو 40,000. طب نبص كده هو عمل كام. يمكن مكانش بيجيب 30,000 كمان. 115,000. شفتوا الفرق؟ تمام. يعني في الساعة تقريبا بيعمل حوالي مليون وشوية. فالملايين اللي انتوا هتصرفوها ما تقلقوش هتتعوض. انا في الساعة مليون تقريبا. يعني انا تقريبا او الساعة وربع، يعني انا تقريبا في 10 ساعات بتجيب 8 مليون او 9 مليون، غير اللي بتجيبه من القروض غير اللي بتجيبه من الشفرة. كده انا يعني تقريبا افدتكم. تقريبا جبت على الاسئله اللي انتوا محتاجينها. اي استفسارات، اي حاجات مش واضحه، اي شرح مش واضح، اي تفاصيل، الكلام ده كله هتلاقوا موجود الرابط، وهتلاقوا موجود كل حاجه تحت الفيديو. واي حاجه طبعا بتراسلونا على الواتس وانا تحت امركم. السلام عليكم.